السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا وصفة اليوم كما راكم تشوفوا كسكس ولا طعام بالخضر والمرقة الحمراء وباللحم الغني. إذا راح نشوفوا الطريقة تاع تحضير هذا الطعام والسر اللي يمد البنة وكأنها بنة الطعام تاع العراس، والسر اللي يخلي اللحم تاعنا يجي طري ويجي بنين. إذا كما راكم تشوفوا هنايا عندي اللحم هنايا خيرت الجزء تاع الرقبة، يعني يمد واحد البنة هايلة في الطعام. كما راكم تشوفوا هنايا وخيرت أجزاء يكونوا شوية كبار. عندي حبة بصل كبيرة مرابية، عندي هنايا طماطيش مرابية أيضا، عندي شوية ثوم، عندي هنايا التوابل اللي راكم تشوفوا فيها، عندي فلفل حار مرحي وفلفل حلو مرحي مع فلفل الكحل ملح راس الحانوت وكزبر، عندي وريقات رند وعندي طماطيش مصبرة. إذا كما راكم تشوفوا هنايا نروح نجيب جفنة نحط فيها اللحم تاعي ونحط هذوك المكونات ونتبل اللحم تاعي مليح، وهذا هو السر اللي يمدلنا البنة تاع اللحم تاعنا عفوا، والبنة لاصوص وكأنها تاع عراس. إذا هذه المرحلة دائما نديروها الصباح ونطيبوها مع العشية، ولا نديروها مع الليل والغدوة من ذاك نطيبوها. صدقوني تمد واحد البنة هايلة. إذا نفرغوا عليها كما قلت لكم البصلة وهذوك التوابل مع الطماطيش والثوم، ونحاول اني ندخل هذيك التوابل ندخلهم كامل في هذاك اللحم، نغطيه كامل بهذوك التوابل يعني، ونغطي عليه ونحطه في الثلاجة حتى الوقت اني نطيبه. إذا كما راكم تشوفوا هنا نخلط جميع المكونات ونروح ندخلهم في هذاك اللحم. أنا كيما هنايا العملية هذه درتها الصباح ومع العشية بديت نطيب. ندير معاها مغرفة كبيرة ولا 2 مغارف تاع زيت نباتي، ما نكثروش لأنه اللحم تاعنا فيه ليدام، كمية كبيرة تاع ليدام، إذا ما نكثروش الزيت. شوفوا هنايا كي نتبل هذاك اللحم نتبلو مليح، نحاول ندخل هذوك التوابل كامل في هذاك اللحم، نتأكد انه لازم يكون تغطى كامل، نروح نغطي عليه بابي فيلم ونحطه في الثلاجة حتى الوقت الطياب ونخرجه هذيك الساعة. إذا بعد مرور الوقت نروحو نجيبو الكوكوط اللي نطيبو فيه، نديرو فيها ملعقة تاع سمن ونروحو نفرغو هذاك اللحم تاعنا في الكوكوط. كما راكم تشوفوا هنايا ما ضفت ولا قطرة تاع ماء، مع التوابل هذوك واللحم طلقت كمية شوية تاع سوائل. نروح نحطوه على النار يطيب، وماذا بينا نخيروا دائما الكانون الصغير ونقصوا النار ونخليو اللحم تاعنا يتقلى يعني الوقت كبير. مثلا كما انا هنايا خذت لي تقريب اكثر من نصف ساعة في تقلية. ساعات التقلية تدي لكم اكبر وقت على الطياب، يعني قبل ما نسكروا الكوكوط. نلوحو هنايا شوية تاع السكر باش نقضيو على هذيك الحموضة تاع الطماطم، ونمرقو بالما سخون ونغلقو الكوكوط تاعنا ونخليو اللحم تاعنا يطيب. اذا هنايا جبت كيلة تاع طعام، كيلة ممسوحة تاع طعام، درت لها شوية زيت وندخل هذيك الزيت في الطعام ونحطه في الكسكاس ونحطه يفور للمرة الأولى. إذا هنايا الطعام كي نحطو يطيب عفوا نحطو يفور للمرة الأولى، نروح نجيب هذيك الكيلة اللي كيلت بها الطعام نعمرها ما، كيما راكم تشوفوا هنايا نعمرها ما، نفس الكيلة تاع الطعام نفسها كيلة تاع ما. نلوح عليها كمية الملح، ونلوح عليها شوية زيت، يعني قيمة ملعقة ولا، ونخلط هذاك الملح حتى يذوب مع هذاك الماء، ومن بعد كي يفور الطعام تاعنا نروح نسقي بهذيك الكمية الكيلة هذيك تاع الماء.
إذا هاو الطعام تاعي بعد ما فار نروح نغمرو بهذيك الكمية تاع الماء، يعني كيلة تاع كسكس ولا كيلة تاع طعام تقابلها كيلة تاع ماء. هنا الطعام اللي استعملت الطعام المتوسط. إذا كيما راكم تشوفوا هنايا نغمرو ونخليه حتى تشرب هذيك الكمية تاع الماء كامل وينشف معايا هذاك الطعام. كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما شربت يعني مدة 5 دقائق ل10 دقائق، شوفوا شربت هذيك الكمية تاع السوائل و وكيما راكم تشوفوا شاح معايا. نروح نفورو للمرة الثانية، نلوح جزء في الكسكاس نفورو والجزء الزاوج نخليه بعد ما يتفور الأول. هنايا نروحو نفوتو للخضرة تاعنا. هنايا الجزء هذا نحتفظ به بعد ما يفور الجزء الأول أكيد. قُلت لكم نروحو للخضرة تاعي. هنا عندي حميصة، عندي 2 حبات بطاطا، 2 حبات كورجيت وكاروت، عفوًا 2 حبات كاروت وحبة كورجيت. نروح نصفّي نلوح عليهم شوية لاصوص. لازم المرقة هنايا نصفّيها لإنه فيها الشوائب تاع البصل. شوفوا هنايا نصفّي نحط الخضرة تاعي طيب، نغلق عليها الكوكوط ونخليها طيب. هنايا اللحم تاعي يكون واجد، نروح نحي اللحم تاعي ونزيد نصفّي المرقة تاعي نصفّيها كامل، ما نخليش فيها هاذوك الشوائب تاع البصل. هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما صفيتها لحت عليها فلفل خضر حار وخليتها تغلي شوية، ومن بعد طفيت عليها وسكرت عليها وخليتها. الخضرة تاعي بعد ما طابت، اللحم، الحميصة، كلش راهو طايب. إذا هنايا نفوتوا للكسكس تاعنا ولا الطعام نلقى بعد ما فار المرة الزاوجة. راكم تشوفوه هنا نحيه من الكسكاس، ندلوح عليه ملعقة تاع زبدة. الزبدة هنايا إذا كان عندكم حبيتوا زبدة، حبيتوا زيت زيتونة، يعني كل واحد والذوق تاعو. هنايا كيما راكم تشوفوا نروح ندخل هذيك الزبدة في هذاك الطعام ونحاول إني ندخلها ون ن ن نفرّك هذيك الطعام تاعي نفركه مليح باش ما يقعدوش فيه هاذوك الكعابر. إذا الطعم تاعي راهو واجد كيما راكم شوفوا الحبات تاعو كيفاه مزربعين، جا كل حبة وحدها وجا هايل، جا رطب، يعني صدقوني جا هايل. إذا نحطوه هنايا في الصحن اللي راح نحط فيه نقدم فيه الطعام تاعي. كيما راكم تشوفوا هنايا نحط الطعام تاعي ونبدا نديكوري فيه، نحط عليه الخضرة والحميصة واللحم. لأن الخضرة ديما نلوحو نحطوها بالتناظر كل حبة تقابل أختها. يعني شوفوا نزيد نحط كمية البطاطا. أنا اللي حاب يدير اللفت يعني لكم الاختيار، حبيت فقط أنا ندير فقط 3 أنواع تاع خضرة. نجيب هنايا المغرف، نحاول كيفاش تاع الوسط نهبطها شوية باش نحط عليها اللحم كيما راكم تشوفوا هنايا. نحط عليها اللحم باه يتحط، ونحط الحميصة ساير داير ويكون الطبق تاعي واجد. صدقوني والبنة ما خلاتش الريحة يعني لحقت للشارع. هذه الطريقة هي اللي تخلي الكسكس تاعكم وكأنه يعني تاع رأس. اللحم كي يتبل ويريح مدة هكا قبل ما تطيبوه يمد بنة رائعة، واللحم تاعكم يحافظ على الطراوة تاعو، يقعد يذوب في الفم بلا ما يكون ناشف، ويجي بنين أكيد، والأهم إنه يجي بنين. إذا هنايا اللحم نحطو للطعام كيما راكم تشوفوا هنايا، وكل واحد كيما يحب يديكوريه. أنا حبيت نزينه بهذه الطريقة. إذا هاو الطعام تاعي واجد، كملته حطيته في الصحن وزينته كيما راكم تشوفوا، والمريقة تاعي ثاني واجدة. هاي ليكم شوفوا كيفاه جات حمرا، جات تشهي. آه، وهاهم ليكم شوفوا المرق كيفاه جا، شوفوا كيفاه جا خضر، جا بنين، جا هايل.
وطعمة ليكم، إن شاء الله نكون خفيفة عليكم. وإذا عجبتكم الطريقة ما عليكم غير ديروا لي جيم وتخليوا لي تعليق شباب، ونقول لكم إلى اللقاء في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. سلام.